بيحب الاعجاب اللي الناس بتبص له بيه، السيطره، الاحساس ان هو الاوحد والاهم. ولو حصل يوم واهتمامك قل او حبيت نفسك شويه صغيرين هيقلب عليك في ثواني. وخلي بالك البدايه دايما بتبقى حلوه. ليه؟ النرجسي دايما بيبدا بحاجه اسمها الاستدراج العاطفي، بيهتم بيك زياده، هدايا كتير، وعود اكتر واكتر، وبيخلي يومك ماشي على اسمه ومزاجك متعلق بكلمه. واوعى تفتكر ان ده حب، لا، دي بتبقى خطه بيضمن بيها انه يخش جواك بسرعه جدا، بيضمن بيها ان هو يكون امتلكك، وبيضمن انك تكون وقعت فيه قبل ما تشوف وشه الحقيقي. وبعد ما بتتعلق بيه بيبدا معاك في التدمير التدريجي، وبيبدا يقلل منك بشكل هادي شويه، اللي هو انا معجب بيكي بس انتي فيكي ده محتاج يتغير، انتي دمك خفيف وبحبك بس عندك مشكله واحده بس محتاجين نظبطها. وبيبدا يهز ثقتك في نفسك بالتدريج، وبيخليك تشوف نفسك من خلال نظراته هو ومرايته هو. ولما تعترض هيقلب الدور عليك، زي انا بعمل كل ده علشانك، انا بحبك، انت ليه مش عايزه تفهمي، وانت بتعملي معايا كده ليه؟ وده كله اسمه تلاعب نفسي، بيخليك تشك في نفسك وتصدق ان انت المشكله. خلي بالنا ان الشخص النرجسي اجتماعي جدا، لان هو بيعرف يتكلم ويلون في الكلام. من الاخر كده هو شخص ب100 وش. قدام الناس بيبقى شخص جدع جدا وخدوم جدا، بس ورا الكواليس هو شخص مؤذي نفسيا جدا. ولما تقرر تخرج من العلاقه دي اول حاجه هيبدا يعملها يقعد يعيط ويقولك انت ليه بتعمل كده، انا اتغيرت علشانك، انا حبيتك، انا عملت كذا علشانك، انا غديت، انا طلعت، انا نزلت، وده جزائي عشان حبيتك، ده جزائي علشان عملت كل ده. وبعد كده بيتحول للشخص الأسوأ، بيبدا يهددك، بيبدا يتكلم عليك بشكل مش كويس، بيبدا يقول عليك كلام مش حقيقي، والمشكله ان الكلام بيبقى مترتب بشكل غير طبيعي، وهتبقى انت الشخص المؤذي في روايه احد. طب هو الشخص ده ليه بيعمل كده؟ ايه اللي جواه اصلا؟ النرجسي جواه فراغ ضخم بيغطيه بدور القوي اللي محدش بيعرف يتكلم معاه، الشخص الكاريزما الواثق اللي عايز يفضل دايما في المركز الاول في حياه كل الناس. بس هو في الحقيقه اضعف من انه يتحمل النقد او انه يشوف حد حواليه ناجح اكتر منه، وبيحاول يكسر غيره علشان يحس بس ان هو الوحيد اللي ناجح. وللاسف دي مش قوه، دي هشاشه مغلفه بالغطرسه. وطبعا العلاقه مع نرجسي بتشمل اثار نفسيه كتيره جدا، تفقد ثقتك في نفسك، بتحس دايما انك محتاج تعتذر، وبيخليك في توتر مستمر، ودايما عندك شك في قراراتك، ودايما محتاج تبرر كلامك، ومشاعرك دايما في حاله دفاع او هجوم. وبتوصل لنقطه بتسال نفسك فيها هو بجد انا وحش قوي كده؟ في النهايه النجاه من علاقه مع نرجسي دي مش رفاهيه، انت بتنقذ حياه. واللي بيقطع علاقه نرجسيه ده مش انسان ضعيف، ده انسان قوي جدا قرر يختار حياته ويشوف نفسه، يبعد عن اي حد بيقلل منه وبيكسر طموحاته. فلو انت او انت في علاقه زي دي انقذ نفسك، ابعد، اختار نفسك وحبها. مفيش حد بيتغير، فما